السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال ثانوية عام 2025 وفيديو جديد. لو انت اول مره بتشوفني فانا اسمي حسام، ولو انت على اليوتيوب فانت على قناه تجارب، ولو انت على الفيسبوك فانت في الغالب بتشوفني من على صفحتنا الشخصيه. وانت دلوقتي كده بتتفرج على برنامج تجارب ثانويه عامه. البرنامج ده عاملينه يوم الجمعه من كل اسبوع علشان تقدر ترجع شغفك مره تانية وتتعلم من اخطاء وتستفاد من تجارب الناس اللي سبقوك. تجربتنا النهارده من يوسف سامي. يوسف اللهم بارك جاب 93 وشويه وقدر ان هو يدخل طب بشري. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف يوسف عاوز ايه لنا. يوسف بيقول هو على المستوى السنة عامة محتاج يلتزم بحاجتين، أولهم وأهمهم علاقته بربنا ويحافظ على الصلاة حتى لو الدروس خبطت معاه، وهيجيبهم كلهم مع بعض عادي، بس المهم ما يأثرش. تاني حاجة ودي بالنسبة لي كانت مهمة جدا برضو، إنه يفصل ما بين الهزار والجد. يقعد يهزر ويضحك وهم رايحين الدروس وبعد الدروس، بس لما يخش الدرس يفصل خالص ويبقى حد تاني. واهم حاجه يبعد عن السوشيال ميديا بالذات الفيس والانستا. وبعدين يظبط اسبوعه ويجي الخميس يخلص اللي خده من المذاكره، وبعدين يعمل اي حاجه بيحبها، يسمع فيلم، يلعب بلاي ستيشن، يطلع بره، اي حاجه ترجع له الشغف وما تحسسوش بالملل. ولو على السنه بقى كمنهج يحل كتير مش اقل من كتابين، ويعود ايده على الصعب علشان لما يخش الامتحان يكون ضامن انه حل مستويات اعلى من الامتحان. واهم حاجه برضو من كل ده يتعلم من غلطه، ودي لو ما عملهاش تبقى مصيبه كبيره. ويا ريت يعمل زي ما كنت عامل، يسجلها في كشكول ويراجعها كده قبل شامل الدروس. وبرضه بالمره انا ما بنصحش بالاونلاين الا اذا كان جنبيه درس خارجي، غير كده لا نهائي. واهم حاجه برضه واهم نصيحه ما يفكرش كتير. الموضوع سهل جدا باذن الله، وانا عن تجربتي ان التفكير الزياده ده نقصني في الاحياء 13 درجه مع انها كانت اسئله عاديه وبس. كده ربنا يوفقهم ويعينهم ان شاء الله. طيب ايه كده اللي نستفاده من تجربه يوسف؟ عندنا كام نقطه نطلع بيها من التجربه بتاعتنا النهارده. اول حاجه واللي اكد عليها يوسف بشكل كبير جدا، وبرضه في نفس التجربه اللي فاتت اكد عليها يوسف عادل، الا وهي الصلاه. بص يا صديقي، مفيش نجاح من غير صلاه. والله حتى لو طلعت الاول على الجمهوريه وما بتصليش فانت برضه ايه، خسرت نقطه، ونقطه اساسيه، نقطه مهمه. يعني عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن صلى العشاء في جماعة فقد إنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالصلاة نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، ونقطة أساسية جدا في السعي. صدقني يعني السعي بيبقى حلو قوي كده وطعمه لذيذ وانت بتسعى في مرضات ربنا عز وجل. صدقني والله يعني حلمك لما تيجي تحققه في النهايه وانت كنت بترضي ربنا عز وجل طول السنه ألذ بكتير جدا من لما تحقق حلمك وانت كنت للاسف بعيد عن الصلاه وبعيد عن ربنا عز وجل. فقرب ثالثه ثانوي ديت، انا بشوف ان هي فرصه عظيمه جدا للالتزام، فرصه عظيمه جدا ان انت تصلح علاقتك بربنا. يعني في مقوله بتقول: لله يضر الحاجات كم قادتنا الى الله عز وجل. ففعلا انت في دلوقتي في حاجه، انت ربنا، انت عاوز ربنا فارضيه، انت عاوز ربنا فارضيه، ارضي ربنا عز وجل عشان ربنا يرضيك. هتقول لي ممكن واحد دلوقتي كده بيسمعني مثلا من السنين اللي فاتت يقول لك: يا عم سيبك من الكلام ده انا كنت مقطع السجاده وفي الاخر ما وصلتش للي انا عايزه. يا ابني انت نظرك قاصر، احنا نظرنا قاصر، احنا ما نعرفش الخير فين. انت ما تعرفش اللي حصل لك ده، لو حصل لك اللي انت كنت عاوزه كان هيبقى خير ليك ولا لا. فانت ما تعرفش، يعني انت لا تدري، ما حدش والله يعلم وانتم لا تعلمون. فمهما كنت مثلا ملتزم وجيت مثلا ما حققتش حلمك في الاخر، او مثلا ما دخلتش الكليه اللي انت حاببها، صدقني ما كانتش خير ليك، ما كانتش خير ليك. يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاللي انت كارهه ده هو ده الخير. احنا الانسان فينا نظره قصير، انت مش شايف، انت بتبص من خرم ابره، انت ما تقدرش تدبر لنفسك. فصدقني اوعى تظن بس ولو ظن واحد او بسيط ان ربنا عز وجل ظلمك. يعني وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما بيظلمش حد، صدقني والله ربنا ما بيظلمش حد. فدي نقطه اساسيه، نقطه مهمه جدا، وهنفضل ناكد عليها كل فيديو. وانا ما عنديش مانع، والله انا ما عنديش مانع ان احنا نطلع كل فيديو كده ناكد على نقطه الصلاه واهميه الصلاه في السعي. ان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر العمل، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في النقطه اللي بعدها، الجد جد والهزار هزار. يوسف بيقول لك ان انت حاول وانت بتبقى رايح دروس وجاي من الدروس هزر واضحك واعمل كل اللي انت عايزه، بس بعد كده افصل، ادخل درسك انت حد تاني، ادخل مكتبك وادخل اوضتك. يعني انا كنت بقول لنفسي كده لما وانا في سنك كده في ثالثه ثانوي، كنت بقول لنفسي ايه، العالم كله في كفه وانا على اوضتي وانا في اوضتي على مكتبي ده في كفه تانية. ليه؟ عندي هدف، لما احققه نبقى نخرج للعالم ده نشوف ماله بقى كده ونشوف ايه الدنيا والكلام ده. يعني فاهم؟ فكده افصل نفسك خالص، انت في اوضتك في درسك، المدرس بيكلمك انت بس،
في اوضتك، انت في كوم والعالم كله في كوم تاني. بس فانت دي نقطه مهمه جدا، الجد جد والهزار هزار. النقطه الثالثه بيقول لك السوشيال ميديا، وانا ما عنديش برضو مشكله في النقطه دي ان احنا نفضل يعني نعيد ونزيد فيها كل فيديو، لانها نقطه محوريه، والله نقطه محوريه في ان انت تحقق حلمك وان انت تحقق هدفك. فحاول ان انت تفصل خالص. ويوسف بيقول لك اهم حاجه الفيس والانستا دول. انا بشوف الانستا ده تطبيق مؤذي، يعني الانستا ده تطبيق مؤذي اكتر ما هو مفيد، يمكن لا يكاد يكون فيه افاده اصلا. فابعد عنه خالص، اقفله اصلا، يعني اقفله، ما تعملش انستا يا عم، والله لو انت مش عامل اوعى تعمل انستا، ده تطبيق مؤذي جدا يعني. فحاول دايما كده ان انت تبعد عن السوشيال ميديا خلال ثالث سنه. هل السوشيال ميديا لها كل التاثير النسبي؟ ليها، والله ليها، وقادره تسرق وقتك وقادره تسرق عمرك وقادره تسرق حلمك اصلا، فاهمني؟ فانت ابعد عنها قدر المستطاع، وحاول ان انت اللي تستخدمها مش هي اللي تستخدمك. وتعلم دايما وادعي ربنا انه يا رب يعني ايه سدد خطاي. ده النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا علي بن ابي طالب حديث يعني غايه في الجمال وانت بتسعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا علي: اللهم اهدني وسددني، وانو بالهدى هدايه الطريق، وانو بالسداد سداد السهم. يعني يا رب عرفنا الطريق وخليني صاروخ في الطريق ده، خليني زي السهم في الطريق ده. السهم بمجرد ما يخرج من القوس يوصل للهدف مفيش ثواني. فانت كده ادعي ربنا بالدعاء ده، دعاء جميل، احفظه واشتغل بيه. انا بحب الدعاء ده جدا صراحه يعني. اللهم اهدني وسددني، يعني عرفني السكه وخليني قطر في السكه دي كده. خش بعد كده على النقطه اللي بعدها، بقول لك ايه: افصل في نهايه الاسبوع بحاجه انت بتحبها، ضروري جدا. وانا شايف ان هي نقطه يعني ممكن بعض الناس اللي هم بقى واخدينها جد قوي كده، صدقني هتتعب وهتيجي في فتره كده من الفترات هتقع. يعني انا كنت بادئ السنه مع خلاص اللي هو كده مركز، مفيش اي فصل ومفيش سوشيال ميديا ومفيش اي حاجه. فاللي هو جيت في بعد 3-4 شهور لقيت نفسي خلاص ريحت سكه شهر ونص، اللي هو مش قادر خلاص. فانت ضروري جدا ان انت من وقت للتاني تفصل بحاجه انت بتحبها علشان تقدر ترجع طاقتك وترجع شغفك تاني. اطلع اجري شويه، اطلع مثلا اتمشى مع حد انت بتحبه، اطلع مثلا اعمل حاجه انت بتحبها، اقرا كتاب، اعمل اي حاجه انت بتحبها، فاهمني؟ فمهمه جدا النقطه دي بصراحه. خش بعد كده على النقطه الخامسه، بيقول لك ايه: الحل الكتير، واقل حاجه كتابين. يعني دايما يعني وجهه نظري ان المذاكره في ثالثه ثانوي النظام الجديد 20% مذاكره 80% حل. 80% حل. على ايامنا احنا نظام قديم الحل كان لازم كنا نحل كتير جدا، ولكن انا بشوف ان الحل في النظام الجديد هو النقطه الاساسيه. يعني انت لو هتسمع الدرس بس وتروح تحل عليه وتشوف الاخطاء اللي انت بتغلط فيها وتروح تذاكرها وكده، دي طريقه ربما تنفع حد، ولكن يعني 20% مذاكره 80% حل دي نقطه اساسيه جدا وانت بتسعى في ثالثه ثانوي. ما تركزش بس على المذاكره، خلي ايه تعرضك للاسئله هو الاكتر. يعني حل اسئله كتير، ودي نقطه مهمه جدا. وصدقني هتتكرر معانا برضو في كل فيديو. هم 3-4 نقط كده انا وجهه نظري انت لما تقعد تسمعهم كل اسبوع كده ونقعد نقول لك الصلاه وفي النت وقعد حل كتير، احنا مش بقى بننادي في صنم بقى. فانت اكيد هتيجي في يوم وترمي بقى التليفون اللي في ايدك ده وتقوم شادد السجاده بتاعتك، تقوم شادد الركعتين التمام وتقول له يا رب عيني، وربنا عز وجل يعني يعين العبد باذن الله، وان شاء الله يفتح عليك وتبدا تتجه للطريق السليم والصح علشان المستقبل. النقطة السادسة: اتعلم من غلطك. ويوسف بيقول لنا درس اعتقد انه يعني هو ده اللي تطلع بيه من الحلقة ديت لو كل الكلام ده مش عاجبك. يعني بيقول لك بقى: سجل اخطائك في كشكول وارجع لها قبل كل درس شامل مع المدرسين. فدي نقطة أنا شايفها أساسية. يعني إيه؟ اتعلم من غلطك. ما تغلطش الغلطة وخلاص ارميها، لا هتنساها وهتغلط فيها تاني لو جات لك. لا، اكتب اخطائك في كشكول، اعمل كده كشكول لكل ماده، اكتب في الاخطاء اللي انت بتغلط فيها طول على مدار الاسئله، فاهمني؟ وارجع ليها تاني بعد قبل كل امتحان كبير مثلا في الدروس، وشوف انت غلطت في ايه وغلطت فيه ليه، وعدل اخطائك وظبط اخطائك، عشان دي نقطه قادره ان هي تنقلك نقله تانيه خالص. اخر نقطه: ما تفكرش كتير. العمليه سهله والعمليه بسيطه. والله العمليه بسيطه، انت بس عشان حاطط نفسك تحت ضغط وحاطط نفسك في زون انت حاسس ان انت يعني كل الحاجات ضدك وكل المدرسين حاطين عليك. لا صدقني والله، استعن بس بالله عز وجل والله، وهي فتره وهتعدي، بس محتاجه حد يكون بيتعامل عارف انت ايه نفسيا، يكون مش حاطط نفسه تحت ضغط. ما تحطش نفسك تحت ضغط خالص، كده كده قدر وكده كده مكتوب، بس انت اسعى واعمل اللي عليك عشان لما تيجي النتيجه في الاخر تقول يا رب والله الحمد لله انا ده اللي كان في مقدرتي وده اللي كنت اقدر اعمله والحمد لله انا راضي يعني. بس فاهمني؟ فما تفكرش كتير واتعلم من اخطائك واهتم بالصلاه وابعد عن السوشيال ميديا وحل اسئله كتير
وحاول ان انت تفصل ما بين الجد والهزار، وتفصل في نهايه كل اسبوع بحاجه بتحبها. ده كان ملخص الفيديو كده بتاعنا النهارده. فلو انت طالب ثانويه عامه 2025، ده برنامج بنتكلم فيه عن تجارب اللي سبقوك في ثالثه ثانوي، علشان تتعلم من اخطائهم وعلشان تجدد شغفك كده في نهايه كل اسبوع. فما تنساش بقى ان انت تدعم الفيديو ده بلايك وسبسكرايب في القناه، وتشاركه مع زمايلك. وان انت لو انت بقى طالب ثانويه عامه 24 او اي دفعه قبل كده وعندك تجربه وحاسس ان فيها افاده لاي حد، ما تنساش ان انت تبعتها لنا سواء في الكومنتات او على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وان شاء الله نشاركها مع زمايلنا هنا ان شاء الله في القناه. نشوفكم في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.